لو قدامك طريقين، طريق مجهول وطريق متحدد انت هتروح فين فيه، ايهما هيكون اختيارهم ليك اقرب؟ اكيد الطريق اللي انت عارف نهايته. هي بالظبط كده الحياة. لما تيجي تحط لنفسك هدف او لما تيجي تحط لنفسك امنية، حط لنفسك الطريق اللي انت هتمشي عليه وهيوصلك للحاجة دي. ما ينفعش تبقى بتسوق عربية او سيارة وانت ماشي على سرعة 100 لكن انت مش محدد جهة الوصول، مش عارف الطريق ده نهايته ايه او هياخدك على فين. ايه اللي هيحصل؟ لان اليمين بتاعك هيفضى في نص الطريق ومش هتقدر تكمل. او الخيار التاني انك هتفضل ماشي لحد ما المحرك سرعته ترتفع وحرارته ترتفع، فبالتالي السيارة كلها او المركبة اللي انت راكبها تتعطل وتقف وتنتهي، وانت برضو ما وصلتش لهدفك او لنقطة الوصول اللي انت محددها. فقبل ما قبل ما تفكر تمشي او تحط لنفسك هدف او تحط لنفسك تارجت عايز توصل له، حط لنفسك برضو وارسم لنفسك الطريق، وحط لنفسك نقطة الوصول هتبقى ازاي وفين وامتى. ما تمشيش بسرعة عالية وانت مش عارف الطريق اخره فين، لانك مش هتوصل، مش